كلنا بنتولد واحنا مفتوحين على الحياة، نحلم، نغلط، نحاول، ننجح ونتألم. لكن في وسط زحمة الأيام في دروس مهمة جدا ما بنفهمهاش إلا بعد فوات الأوان، مش لأننا مش أذكياء، بل لأن بعض الدروس محتاجة وقت ومواقف وتجارب عشان تخلينا نحس بيها بجد. في دروس محدش بيقولها لك ومش هتلاقيها في الكتب ولا حد هيشرحها لك. الدروس دي مش بتيجي للشخص إلا لما يتوجع أو يندم أو يخسر. وهنا في سؤال: هل لازم نستنى العمر يعدي عشان نفهم الدروس دي، ولا ممكن نتعلم من تجارب غيرنا ونعيش الحياة بطريقة أعمق من البداية؟ في الفيديو ده هشارك معاك 10 دروس من أهم وأعمق الدروس اللي بيكتشفها أغلب الناس متأخر جدا. دروس نفسية وإنسانية وحياتية ممكن تغير نظرتك لكل يوم بتعيشه. استعد يلا، لأن الكلام اللي جاي مش مجرد نصايح، ده خلاصة عمر وتجارب حياتية كتير. الدرس الأول: السعادة اختيار. هل عمرك سألت نفسك إمتى هكون سعيد؟ لما أنجح، لما أحب، لما أكون غني؟ السعادة مش محطة أو نقطة بتوصل ليه، السعادة قرار بيتخذه الشخص كل يوم. علماء النفس بيأكدوا إن السعادة مش مرتبطة بظروفك ولا حتى بالأشياء اللي أنت بتمتلكها، هي ببساطة اختيار يومي، زي إنك تختار تبتسم، تختار تشكر، تختار تشوف النور بدل الظلام. ناس كتير بتقضي سنين تجري وراء أهداف معتقدين إنها تخليهم سعداء، لكن لما يوصلوا بيكتشفوا إن الفراغ جواهم لسه موجود. السر الحقيقي إنك تبدأ دلوقتي تختار السعادة، حتى لو لسه في مشاكل، حتى لو الطريق طويل. ابدأ بأشياء بسيطة، امتن، ساعد حد، اضحك، اقعد مع اللي بتحبهم، لأن السعادة مش نتيجة، السعادة أسلوب حياة. الدرس الثاني: الفشل مجرد درس. كتير مننا بيخاف من الفشل، بيحس إنه عيب أو علامة ضعف أو إنه هو نهاية وحشة، لكن الحقيقة إن الفشل مش النهاية، الفشل هو أول خطوة في طريق النجاح. علماء النفس بيأكدوا إن الفشل مش ضد النجاح، ده جزء منه. الفشل بيعلمنا أكتر من النجاح أحيانا، بيخلينا أقوى وأذكى وعندنا مرونة ومصابرة أكتر في التعامل مع الحياة. تفتكر توماس أديسون لما فشل 1000 مرة قبل ما يخترع المصباح كان بيقول إيه؟ كان بيقول: أنا ما فشلتش، أنا بس لقيت 1000 طريقة ما بتنفعش. الفشل مش دليل إنك مش كده، بل دليل إنك بتحاول وإنك في الطريق وإنك بتكتشف. الدرس هنا: لما تفشل ما تقولش أنا فاشل، وتعلم منه وقول أنا اتعلمت. وقف تاني وجرب من جديد وعدل خطتك، لأن الناجحين مش الناس اللي ما بيغلطوش، هم الناس اللي بيغلطوا ويتعلموا وما يستسلموش. الدرس الثالث: رعاية الذات ليست أنانية. هل عمرك حسيت بالذنب لما قلت أنا محتاج وقت لنفسي؟ ناس كتير بتشوف إن الاهتمام بالنفس أنانية، لكن الحقيقي إن إهمال نفسك هو الأنانية الحقيقية. علماء النفس بيقولوا اللي دايما بيحط الآخرين قبله وبينسى نفسه بيحصل له إرهاق وتوتر وحتى مشاكل صحية في الآخر. جسمه بيتعب ونفسيته بتنهار وإنتاجيته بتقل، وفي الآخر مش هيقدر يفيد لا نفسه ولا غيره. رعاية الذات مش رفاهية، هي أساس الصحة النفسية والجسدية. اعمل وقت بسيط لنفسك كل يوم، حتى لو 10 دقايق. كل أكل صحي، نام كويس، مارس هواية بتحبها، اقضي وقت مع ربك، لأنك لو مهتمتش بنفسك مش هتقدر تهتم بأي حد تاني. الدرس الرابع: الكمال أسطورة. هل بتحاول دايما تكون مثالي؟ ما بتغلطش، ما بتفشلش، ما بتزعلش حد، ما فيكش عيوب؟ أقول لك حاجة: الكمال وهم، والجري وراه بيدمر السعادة. وعلماء النفس بيقولوا إن الناس اللي بتحاول تكون مثالية بتعيش في ضغط مستمر وقلق دايم وخوف من الفشل، ولو غلطوا بيلوموا نفسهم بشدة، والنتيجة تعب نفسي على الفاضي. الحقيقي مفيش حد كامل غير الله عز وجل، ولا عمرك هتكون كامل. واللي بتحب في الناس مش كمالهم، بل صدقهم وعفويتهم وطيبتهم. بدل ما تسعى للكمال اسعى للتطور، خليك أفضل نسخة من نفسك، مش نسخة مستحيلة، لأن السعي للكمال ممكن يخليك تنسى تعيش حياتك. الدرس الخامس: الأحباء والأقرباء أولوية. في دوشة الحياة ننسى نقول كلمة طيبة، نرد على مكالمة، نقعد شوية مع اللي بيحبونا بجد. ناس كتير بتجري ورا رضا الناس وبتبذل مجهود عشان تنال إعجاب الكل، لكن في الآخر تكتشف إن اللي فعلا بيحبوك كانوا قريبين منك بس أنت كنت مشغول عنهم. علم النفس بيقول العلاقات العميقة هي مصدر للسعادة والاستقرار النفسي. مش لازم تعمل علاقات كتيرة، المهم العلاقات تكون صادقة. فكر مين في حياتك بيحبك بصدق، كلمهم، قرب منهم قبل ما يفوت الأوان، لأن في لحظة ممكن تفقدهم وتندم إنك ما قضيتش وقت معاهم. الدرس السادس: التخلي عن الماضي. في ناس كتير بتمشي في الحياة وهي شايلة جواها جروح قديمة وندم وذكريات مؤلمة، لكن السؤال هنا: هل الماضي بيستحق إننا نضحي بالحاضر عشانه؟ علماء النفس بيقولوا إن التعلق بالماضي ممكن يعطلنا عن التقدم ويمنعنا نعيش اللحظة ويخلينا نكرر نفس الأخطاء. التخلي عن الماضي مش معناها إننا ننساه أو ما نهتمش بيه، لكن معناها إننا نختار نعيش بسلام، نتعلم من اللي حصل ونبدأ من جديد بقلب خفيف. اللي حصل خلاص واللي جاي لسه في إيدك تشكله. الماضي مش مكان للعيش، هو درس نحتفظ بيه ونمشي للأمام. الدرس السابع: الضعف نقطة قوة.
ناس كتير بتفهم ان الضعف غلط وتفتكره عيب او علامة ضعف في الشخصية، لكن الحقيقي ان الاعتراف بضعفك بيحتاج شجاعة اكبر من اخفائه. علم النفس بيقول ان الاشخاص اللي بيقدروا يظهروا مشاعرهم ويعترفوا بخوفهم او حزنهم هم اكثر الناس توازنا وصدقا في علاقاتهم. الضعف مش انك تبكي او تطلب مساعدة، الضعف الحقيقي هو انك تعيش في قناع وتكبت كل حاجة جواك. وعلشان كده لما تسمح لنفسك تكون ضعيف احيانا هتبدأ تبني علاقات اعمق واقوى، لان الانسان الحقيقي هو اللي يقدر يقول انا مش دايما قوي وانا مش عيب اكون كده، انا انسان. ومن احد الدروس اللي بيتعلمها كتير من الناس في وقت متأخر جدا في الحياة ان الضعف في بعض الاوقات بيكون نقطة قوة. الدرس الثامن: قول له. في عالم بيشجعك دايما تقول نعم لأي حاجة، الفرص، الناس، الطلبات، المسؤوليات. الناس بينسوا ان كلمة لا احيانا هي المفتاح الحقيقي للراحة النفسية. علم النفس بيأكد ان الاشخاص اللي بيعرفوا يقولوا لا عند اللزوم بيكونوا اكثر الناس احتراما لذاتهم واكثر توازنا في حياتهم. قول لا مش وقاحة ومش رفض لمساعدة الاخرين، هي ببساطة انك بتحط حدود، بتحافظ على وقتك، بتدي لنفسك الاولوية. لو ما قلتش لا هتتراكم عليك المهام والضغوط وفي الاخر هتدفع الثمن انت. اتعلم تقول لا من غير ما تشعر بالذنب، لانها هي احيانا اهم من قول نعم. الدرس التاسع: الندم على الفرص. في اخر العمر الناس مش بتندم على الاخطاء اللي عملتها، لكن بتندم على الفرص اللي ما خدوهاش والكلمات اللي ما اتقالتش والحاجات اللي كان ممكن تحصل وما حصلتش. الخوف من الفشل او من كلام الناس ممكن يمنعك من خطوة واحدة كانت هتغير كل حياتك. علم النفس بيقول ان الانسان بطبيعته بيندم على اللي ما عملهوش اكتر من اللي عمله وغلط فيه. خد المخاطرة، جرب، اتكلم، عبر، خليك شجاع حتى لو خايف، لان اسوأ الشعور هو انك تبص لورا وتقول يا ريتني كنت جربت. ففرص كتير بتضيع بس لانك ما جربتش. الدرس العاشر: الحياة قصيرة. أهم درس فيهم كلهم، لكن للأسف ناس كتير بيوصلوا له متأخر جدا. الحياة مش مضمونة ولا طويلة زي ما بنعتقد، كل يوم هو هدية وكل لحظة ممكن تكون آخر لحظة. علم النفس بيقول إن إدراك قصر الحياة ممكن يخلي الشخص يعيشها بشكل أعمق، يقدر العلاقات، يطارد شغفه، يتصالح مع نفسه ويسامح غيره. الوقت مش دايم والمستقبل مش مضمون، عشان كده عيش دلوقتي وعبر وحب وسامح وخليك حقيقي، لأن الحياة ومضة ومحدش عارف امتى هتنطفي. في نهاية كل الدروس دي نكتشف ان الحياة مش سباق ولا مجموعة نجاحات نعدها على صوابعنا. الحياة لحظات ومواقف وتجارب تعلمنا مين احنا ومين اللي حواليني وازاي نعيش بصدق وراحة. والحاجة المشتركة بين كل درس هو اننا دايما بنتأخر في فهمه، بس الجميل ان الوقت عمره ما فات، وطول ما في نفس في فرصة نبدأ من جديد. ما تنساش الصدمة عشان تصحى ولا الخسارة عشان تندم. ابدأ من دلوقتي، راجع نفسك، صالح اللي حواليك، عيش ببساطة، وافتكر دايما أعظم الدروس مش في الكتب، أعظم الدروس في الحياة، بس لازم نفتح قلوبنا عشان نفهم. أخيرا ده ملخص ال10 حاجات اللي اتكلمنا فيهم. ما تنساش بقى تشير الفيديو واعمل لايك عشان الفيديو يوصل لغيرك، واشترك في القناة عشان توصلك كل الفيديوهات الجاية إن شاء الله.